مساء الخير يا استاذ محمود. مساء النور يا فندم. ازيك؟ منورني. الله يخليكي، شكرا جزيلا. في البدايه بس انا عايز احيي كل شهداء الجيش، شهداء الشرطه، شهداء الشعب، شهداء ثوره 25 يناير، شهداء الوطن كله، شهداء الوطن بالكامل. انت حكايه غريبه. استاذ محمود، الشهاده الابتدائيه كاتب مسرحي، كاتب في ادب الاطفال، عضو اتحاد كتاب، حائز على جايزه من السيده سوزان مبارك في ادب الطفل، وحائز على جوائز. احكي لي ايه قصتك؟ محمود عبد الله من قريه بسيطه اسمها سمول، بتبعد عن المحله الكبرى 10 كيلو. من وانا صغير وانا كان نفسي اكون حاكم، لكن لظروف ما وفاة والدتي وظروف الأسرة طلعت من المدرسة عشان أعيش. كان لازم أشتغل وأعيش لكن حبيت، كان نفسي قوي إن أنا ما بعدش عن الكتاب، ما بعدش عن القراية والكتابة. علمت نفسي بنفسي، قريت وأنا صغير لكبار الكتاب، كنت بقرا نجيب محفوظ، وقريت النظرات وأنا صغير، قريت مجدولين، واستمتعت جدا جدا وحبيت قوي قوي قوي. وفضل الحلم ان انا اكون حاجه، وقلت انا لما اكون حاجه من غير ما اخد شهادات واتعلم في مدارس الحكومه دي هتبقى شرف كبير ليا. اقوى طبعا. وكان بالظبط، وكان قدامي العقاد. طبعا كان يقولوا ان العقاد كان حاصل يدوب على الابتدائيه برضه، لكن العقاد وما هو العقاد صاحب العبقريات وصاحب المؤلفات الكبيره. فيعني اتمنيت ان انا اكون ولو جمله اعتراضيه في بحر الادب. يعني العقاد هو مثلك الاعلى في الحياه؟ يعني لا، يعني حطيته قدام مني كحد وصل، فانا ليه ما اوصلش يعني؟ وفيه ناس وصلت كتير. ظروف البلد تمام منعتهم انهم يكملوا تعليمهم، لكن قدروا يكونوا حاجه وبقوا حاجه. يعني التعليم ما كانش عائق قدامك وقلت خلاص الرحله كده خلصت؟ لا وخلتك في شغلك اللي انت فيه ايه عملت ايه عشان توصل؟ قريت القرايه. كنا ساعات، والله كنت ساعات بسافر للمحله ماشي على رجلي عشان اروح اجيب الجورنال، كان بساغ او ب3 تعريفه عشان تشتري جورنال، عشان اشتري جورنال عشان تقراه. وبعدين اتعلمت حاجه مهمه جدا في حياتي، ان الانسان لما يحب يكون حاجه يقرا في كل حاجه. القرايه هي مفتاح النجاح. بس في كل حاجه، يقرا في كل حاجه. المهم ان ياخد من كل حاجه احلى ما فيها. طيب بدايه المشوار بقى. بدايه المشوار كانت اول خطوه على طريقك. كانت مجرد حاجات هزار كده. كنت بكتب حاجه اسمها البعكوكه كده، اقعد الف فيها على حاجات ما بتعجبنيش في القريه. فجيت بقى مع القرايه اطور نفسي. سمعني حاجه من البعكوكه. انا عارفه ان حاجات قديمه وممكن مش فاكرها، بس حاجه صغيره واشياء مش يعني حاجه بسيطه. يعني مثلا كنت اقول عن واحد بيشرب مخدرات كان جامد وكان عفي، والمخدرات تعبته، فكنت اقول صفير وزعيق وناس بتجري من الشمارات الصبح بدري. استر يا ساتر، استر يا ربي، ايه الحكايه في بار حسان. حسان ده جدع دايما وصابر، في الشده جاهز دايما وحاضر، راضي بقليل وعايش انعان. ايه اللي صابه، ايه اللي نابه، الجبل ليه ظهرت شبابه. انا ما صدق انه يكون ويا اللي خابه، ومين السبب في مرض حسان. كنت بحكي يعني عن المخدرات وضياع الناس بسبب المخدرات، اشياء من هذا القبيل. استاذ محمود، انا طبعا بيشرفني ان انا قاعده مع حد زيك. يبقى انا اللي عظيم الشرف. لا بجد، انت مثل اعلى. الله يبارك. اتمنى ان الشباب يكونوا شايفينك ويحاولوا يقلدوك، يعني يعملوا ربع حاجه من اللي انت بتعملها. الله يخليك. ده شرف. اول حاجه كتبتها وقدمتها لجهه واعترفوا بيها. كانت عدد من قصص الاطفال، وبعتها لمجله احمد في لبنان. بعتها ازاي؟ عن طريق البريد والبوسطه. ايه انا عايزه برضو اعرف منك واعرف الناس الثقافه دي انت جبتها منين؟ يعني معلش، انت عايش في قريه حاصل على الابتدائيه، اعتقد ما كانش فيه النت والحاجات دي. كان ليا صديق سبقني في الادب، وهو اصغر مني ب3
سنين، لكن هو يعتبر استاذي، هو اللي علمني ازاي اكتب، وهو اللي اكتشفني، وهو اللي قال لي انت جواك حاجه غريبه عننا، انت اديب يا محمود، بس اهتم بيه شويه، ما تيجي تقرا. وكان عنده مكتبه ما شاء الله كبيره، اداني منها كتب اقرا فيها، قعدت اقرا فعلا يعني. وانا من النوع اللي لو حد وجهني الحاجه هتضيف لي بتركز فيها، ابقى نشيط قوي. له تحيه من خلال برنامجنا. تحيه لصديقي واستاذي وحبيبي الاستاذ فريد محمد معوض، عضو اتحاد الكتاب مصر والسيناريست وصاحب مسلسل المرسي والارض والمنادي، وله مسلسلات كتير ذاعت يعني. تحيه مننا للاستاذ فريد معوض رحمه الله عليه، رحمه الله علمني. وبعدين خد قصصي بعتها النبي الحدلي اللي هي رئيس تحرير مجلة أحمد، هو اللي ساعدك في إنه يبعت فهي ما نشرتهمش، لكن بعتت جملة فرحتني أوي إيه هي بقى؟ دفعتني. قالت يعني إن القصص يعني لا تساير خط المجلة، مش مع ما بتمشيش مع خط يعني المجلة. هي عجبتهم بس مش ده الخط بتاع المجلة. لكن قالت جملة في نهاية الجواب، وكان جواب خاص كده: لكننا فرحين بكم ككاتب لمجلة أحمد. يعني هم اهتموا وبعتوا لك جواب ردوا عليك. فاندهشت جدا، كاتب لمجلة أحمد دي حاجة كانت كبيرة بالنسبة لي. كتبت يعني كنت عايز اقول لحضرتك ان كانت جمله واحده كانت يعني هم طلبوا منك انك تستمر تبعت لهم، لكن حاجات تساير المجله، خط المجله بالظبط. وحصل بعت ونشرت، وبعت لمجله ماجد في الامارات، وجندي المستقبل في الكويت، وبراعم الايمان، وكل ما ابعت لحد ينشر. الغريبه انه بينشروا ويبعتوا لي فلوس. ما لسه هسألك، الحاجات دي مقابل مادي ولا؟ كانت مقابل مادي، بيفرحني جدا جدا. ورد فعلك ايه ان الناس دي انت بتبعت كده كنت بالصدفة او محاولة مش بالصدفة؟ كلها لا صدفة، هي اقرب الى الصدفة، لانني فعلا كنت ببعت وانا بيتهيألي ما حدش وانشر، والمرة الثانية لما اجي ابعت اقول لها خلاص هي المرة دي هتبقى على هيرفضوا. فاشتغلت. وبعدين جت الهيئة العامة لأصول الثقافة، عملت مسابقتها الكبرى، فبعت مسرحية للمسابقة عن الأطفال برضو؟ عن الأطفال. الغريبة انني ببصيت لقيتني طالع الثاني. يعني ايه الثاني دي يعني؟ ونازل في اخبار الادب اسمي، ونازل في الاخبار وفي الجمهوريه والمسا. طب ليه غريبه؟ انت ما كنتش مقتنع بنفسك تقريبا يعني ولا لسه ما خدتش ثقه في نفسك؟ يعني مش مصدق. انا قعدت سنين مش مصدق، لدرجه ان كان ليا صديق اديب اسمه رحمه الله عليه الاستاذ محمد الشافعي، سماني الاديب المتنكر. انت ما كنتش بتبعت باسمك؟ لا، ما الادباء ما يعرفوش كنت اقعد مع الادباء ما يعرفوش ان انا اديب. احضر ندوات، اجي هنا مصر احضرها، ما يعرفوش ان انا محدش عارف مين ده. احضر قصر الثقافه في المحله وما يعرفوش ان انا. وانت بتنشر لك حاجات في لبنان؟ بيتنشر، بس مين محمود عبد الله؟ هو محمود عبد الله. محدش يعرف. ففزت بالمركز الثاني، وبعدين بعت رابطه الادب الاسلامي فاخدت مركز اول من فرع المسرح برضه. تمام. وبعدين مسابقه اصول الثقافه للمره الثانيه دخلت فاخدت اول في روايه الطفل. وبعدين سوزان مبارك، فزت بجائزه سوزان مبارك. كل الحاجات دي كنت بتقدم فيها؟ خلاص ابتديت بقى احس بقى ان انا هنا كاتب وليا دور، وان انا لازم اعد نفسي للاعداد الصحيح، وان انا لازم استمر، خاصه لما كرمتني جامعه طنطا بعد فوزي بسوزان مبارك. طيب انا عايز اسالك سؤال من كلمه انت قلتها، ابتديت احس ان انا عايز اعد نفسي الاعداد الصحيح، يعني ايه؟ اقرا بقى، اتوسع في القرايه. كتاباتي لازم تاخد شكل يعني يبقى في قضايا البلد لازم اكتب عنها. تساير الوضع في البلد بقى. ابتديت اخد شيء من يعني حابب بني جمهوريه افلاطون، المدينه الفاضله. كتبت حاجه شبيهه بالمدينه الفاضله. يعني انت كتبت حاجات بقى مالهاش علاقه بالاطفال بقى؟ خلاص كتبت مسرح للكبار وتوافق لي عليه، لكن ما حصليش شرف ان انا تمثل لي حاجه مع الاسف. ان شاء الله يعني ان شاء الله يحصل يا رب وتتكرم كمان من الدوله. وانت عملت بغداد رايح جاي عن قصه كفاح المصريين في العراق، لان انا من الناس اللي سافروا العراق. عملت بغداد رايح جاي. عملت اتقدم في مكان؟ اتقدم وتوافق عليه في الثقافه الجماهيريه، بس ما اتعملش.
لسه ما فيش حاجه. لكن تمت الموافقه ونزلت من خلال دليل النصوص، عملت ماما زوز، عملت الشركه، عملت اصول الدور، عملت مسرحيات كبيره. بتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي الحمد لله الاسبوع اللي فات انتهيت من كتابه روايه ميدان الشون. ميدان الشون ده ميدان كبير عندنا في المحله، يعني اللي هو احتوى الثوار في 25 يناير وفي 6 ابريل سنه 2008. يعني كنت عامله في روايه عن ميدان الشون، الحمد لله انتهيت منها الاسبوع اللي فات يعني. وهتقدمها لمين؟ والله يمكن لسه انا كنت بكلم صديق ليا الاستاذ احمد عزت سليم، اديب عظيم يعني، فبكتب سؤال النهارده واحنا جايين في السوبر جيت، فقال لي يا محمود يعني طب لما نرجع المحله هوديك لناشر كده بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. طيب ما فكرتش لما انت لقيت النجاح ده ولقيت كتاباتك بتلاقي صدى وبتتنشر، ما فكرتش ان انت تكمل تعليمك ولا لقيت انه ملوش لازم؟ خلاص بقى يعني دلوقتي 58 سنه. بس انت حد عنده صبر وجلد و شايف ان مفيش حاجه مستحيله. انت كتبت واتنشر لك كتابات وانت بالابتدائيه، اعتقد اللي عنده العزيمه دي مستحيل ما يكونش عنده عزيمه انه ممكن يكمل، ولا انت لقيت نفسك خلاص مش محتاج الشهاده؟ تقريبا هي. وبعدين ولادي نفسهم لما اتعلموا انا يعني زي ما يكونوا عوضوني بقدر كبير يعني، وانا حصولي على جوائز وحصولي على ولما كان بتعمل لي مناقشات، يعني انا بكره ان شاء الله ليا مناقشه في حديقه السيده زينب، ليا كتاب بالمناسبه طالع عن المركز القومي لثقافه الطفل، في حفل توقيع على الكتاب بكره ومناقشه الكتاب بكره ان شاء الله. الله يبارك فيك. فدي بالنسبه لي شهادات كبيره، وانا بحس ان انا يعني انت حسيت خلاص انك عوضت الحمد لله، اتغريت يعني. لا هي كانت في الاول كان نفسي ابقى حاجه، اما بقيت حاجه. انت بقيت كل حاجه او ما بقيتش حاجه يعني اما الناس قالت ده حاجه يعني. انا هقول لحضرتك حاجه برضو، اذا انت معاك شهاده عليا وعامل ده فانت مش يعني مش هتلفت الانظار. نعم. فانت انما اللي لافت للنظر ان انت عامل ده وانت معاك ابتدائيه، فانت فعلا بقيت حاجه حاجه حلوه، حاجه مشرفه، حاجه كبيره. اولادك معاهم تعليم ايه؟ انا بنتي رحال متجوزه وعندها 3 اولاد دلوقتي، هي معاها دبلوم صنايع، لكن هي كانت متفوقه وهي اللي رفضت انها تكمل تعليم يعني. التعليم الفني مش عيب، قالت لي انا هكتفي. احنا بنشجع التعليم الفني. لكن محمد ابني في 4 كليه تجاره السنه دي جامعه طنطا. احساسهم بيك ايه يا استاذ محمود؟ لا يعني هم يعني بيقولوا لك ايه؟ ما تديني مثلا من كلامهم. ساعات يفتحوا معايا مجال كده للكلام، بيحبوا ان انا اتكلم في الادب يعني. او هم بيحسوا ان انا بحب اتكلم في الادب فيقوموا يفتحوني من فخورين بيك قوي اكيد. الحمد لله. انا اللي فخور بيهم اكتر طبعا، لان انا ربنا رزقني بولد وبنت، ربنا يخليهم يعني. احمد ربنا ونشكر فضله عليهم يعني وعلى عطاياه يعني. انا سعيده ان انا معاك النهارده. الله يخليك. بجد. عايزاك توجه كلمه للشباب الظروف ما سمحتلهمش يكملوا تعليم. عايزاك توجه كلمه للشباب اللي قاعدين مستنيين البلد تشغلهم. عايزاك توجه كلمه بعزيمتك دي تقول لهم ايه؟ والله انا اقول للشباب يعني ان شاء الله مصر معديه، ما تقلقوش يعني، هتعدي باذن الله، هتعدي بارادتنا وبحبنا لبعض لا يعني تقول ايه لشاب مثلا ما كملش تعليمه ولما حد يجي يقول له اشتغل يقول هشتغل فين؟ انا عندي الشهاده، وعلى راي عادل امام بلد شهادات. لا ده لازم يتعلم. انت مثل كسرت كلمه عادل امام كده، البلد طلعت مش بلد شهادات. عادل امام من الناس اللي بحبها قوي يعني طبعا زعيم يعني. اثر فينا. نقول ايه للشباب اللي ما عندهمش شهادات؟ لا ده لازم يتعلم، ده لازم البلد دي بقى يعني آن الأوان إن تتمحي الأمية من البلد دي، آن الأوان إن البلد دي شبابها يتعلم، حتى لو مش هيتعين زي ما هو يعني، زي ما احنا كلنا كل واحد نفسه يتعلم عشان يتعين. لا احنا لازم نتعلم الأول، أما نتعلم الأول
العلم هيوصلنا للطريق الصح، هو اللي يحطنا على الطريق الصح. انت بتحب العلم؟ طبعا. انت برغم انك ما كملتش تعليمك بس انت متحيز للعلم. طبعا عندني، واحنا كنا صغيرين كنا نسمع الاذاعه ومكتبه لزياره فلان ونجا صالح وامل العمده وعمر بطيش. لا من صغري انا راديو على ودني، والحمد لله كتاب عندي، كتاب مفتوح عندي. يعني عشت حياتي كلها كده، كنت سعيد جدا. والثقافه زي ما يكون الواحد يبقى جعان قوي 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 ويتحط قدام منه اكل هو حبه قوي قوي قوي. استاذ محمود انا عايز اسالك سؤال، هي الثقافه مختلفه عن التعليم؟ طبعا. لا التعليم يعني زي اللي بيتعلم يطلع السلم، اما المثقف فهيفكر اما يطلع السلم هيعمل ايه. الله، حلو قوي التعبير ده. المتعلم هيطلع السلم لكن المثقف هيفكر بعد ما يطلع السلم هيعمل ايه. حلو قوي التعبير ده. انا قدام راجل فريد من نوعه، انا سعيده وفخوره جدا بان انا قاعده معاه. انا النهارده سعيده بضيوفي الاثنين. ضيوفي الاثنين النهارده حولوا لي اسم برنامجي لحقيقه. انا بشكرك يا استاذ محمود، وان شاء الله لينا لقاءات، وان شاء الله اكون بصور معاك مع اول قصه ليك هتتصور ان شاء الله، تعمل فيلم او مسلسل ان شاء الله. شكرا انك شرفتني وفخوره بيك جدا جدا جدا. والله وانا اللي بشكرك وفخور جدا جدا ان انا قاعد مع حضرتك، وسعيد جدا جدا بقناه CR، ويا رب يا رب نشوفها من احسن القنوات على ايديكي وعلى ايدين كل العاملين ان شاء الله والعاملين بيها باذن الله، ونستمتع بيكم ان شاء الله يعني، ومصر تعدي يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. كلامنا النهارده خلص وحلقتنا خلصت، لكن مواضيعنا ما بتخلص. اشوفكم في حلقه جديده وموضوع جديد. وعايزه اقول حاجه، كل اللي قدر ياخد نقطه نهايه في حياته ويعمل منها نقطه بدايه، كل اللي قدر يحول اليأس لأمل والضعف لقوه، عنده قصه مختلفه زي الناس اللي كانوا معايا النهارده. اكتبوا لي على الفيسبوك وكونوا ضيوفي ونعرض اللي انتوا بتعملوه. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامجكم واي نوت. السلام عليكم.